السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن نوع مهم جدا في الحمام، نوع مطلوب جدا في الأسواق وكل الناس بتحبه. تمام. وليه ألوان كتير قوي، وده من الحمام المرسوم. تمام. النهاردة هنتكلم عن الحمام الإنجليزي. الحمام الإنجليزي هو حمام حجمه صغير، بيشتغل معاك تفرخ منه وتبيع، أو بيشتغل معاك إن أنت تربيه لو أنت غاوي طيران ونش تفرخ منه وتبيع الزغاليل بتاعته للناس اللي هم بيحبوا النشيشه، اللي بيحبوا يطيروا حمام. حمامه كويسه، في منه بيلعب، الوانه كتير بقى، الوانه كتير. تمام. هنقول لك دلوقتي الوانه بالتفصيل، لكن نتكلم عن اهم مميزاته. بالنسبه لو انت بتربي حمام زينه، الحمامه دي استاذه في الزق، بيزقوا زغاليلهم حلوه قوي قوي قوي. تمام يا جماعه. يعني لو انت حاطط تحت منهم مثلا جوز زغاليل جعفره يقوموهم، جوز زغاليل بعضم قواطع يقوموهم، جوز كشاك يقوموهم. تمام. فاحنا كغوات حمام زينه بنشغلهم نحضن تحت منهم الحمام اللي هو بعضم قاطع. تمام يا جماعه. طيب وانا ينفع يا ابو هاجر ان انا اتخصص في النوع ده واربيه؟ اه يا فندم. عندك طبعا الانجليزي الازرق، نفس التوب كده بس بدل الاسود ده ازرق. عندك الانجليزي الاصفر اللي هو الاكول، نفس التوب لكن بيبقى لونه اصفر. عندك الانجليزي الاحمر، ماشي. وعندك الانجليزي بقى اللي هو بعظم بلومي، عظمه بلومي زي الحلب البلومي كده. تمام. وده بيبقى في الغالب زينه. تمام كده يا جماعه. طيب نتكلم في الايه، في الانجليزي اللي هو اللي هو اللي الناس كلها بتحبه بقى، اللي هو ده. ماشي. آه هل انا ممكن بقى اتخصص فيه؟ اه يا فندم، هتتخصص فيه وتربي منه. هات لك مثلا من كل لون او كل توب هات لك جوز. تمام. وسيبه يفرخ، ماشي. ووقف لك مثلا طريح الزغاليل طالعه وتبيعها على بعضيها، هتلاقي بتوع النش بيخطفوها منك. تمام. طيب لو ما اتباعوش يا ابو هاجر، انا حظي وحش في البيع على الانترنت ومش بعرف ابيع، وقفهم يا فندم وتيجي تشببهم لحد ما يبقى عليهم ثلاثات واربعات. احنا كغوات فرخ بنحب ناخدهم عشان خاطر نحضن تحت منهم الحمام اللي هو بعضم قواطع. تمام. وبيزق كويس جدا طبعا، في زق عياله ملوش حل. يعني ده حمام شغله الشاغل ان هو ايه، ياكل زغاليل. هو حجمه صغير، يعني اكبر من اليمني بشويه صغيرين، او قد حجم الشقلباز. ان هو احنا اصلا بنقول عليه شقلباز انجليزي يعني. وخد بالك يعني في منه بيلعب بيتشقلب في الجو. تمام يا جماعه. وحمامه ما شاء الله كويسه، وبيبقى ضرايبها لونها ملحي. تمام. مش بكمه طبعا. ده بصوا الدكر ده ضارب النتايه دي هريها يعني. فاحنا حبينا نقول للناس لو انت عاوز حاجه على قد ايدك، تمام، اسعارهم ايه، انت وحظك بقى، او انت واللي بتشتري منهم. معاك ناس مثلا بيبيعوا مثلا الجوز منهم من 500 550 لحد 700 و750، حسب التقليب والمواصفات وحسب انت تلاقيهم، لان الحمامه دي مش موجوده كتير، لان اللي عنده منها ما بيرضاش يخرج منها. تمام يا جماعه. ما بيرضاش يخرج منها. فده كان فيديو النهارده، نوع حمام مهدور حقه ومطلوب جدا في الاسواق. كنا سلسله عملناها قبل كده، قلنا هنتكلم عن انواع حمام مطلوبه كتير في الاسواق وبتتباع. طب انا ماليش في الانترنت يا ابو هاجر، ما بعرفش اسوق. انزل يا باشا بشويه زغاليل منهم كده في السوق وحطهم قدامك، شوف الناس هتتلم عليك ازاي عشان تاخدهم. واسمع نصيحه اخوك وما تدورش ورايا، عشان فعلا الحمامه دي مرغوبه. انا واحد من الناس لما بلاقي مثلا صاحبي اللي انا بشتري منه لما بيجي مثلا هيخرج جوز ولا اتنين ولا تلاته، باخدهم على طول والله العظيم. حتى لو هخليهم لنفسي بخليهم لنفسي، مفيش اي مشكله خالص. حمامه كويسه وحمامه مرسومه. تمام. وقلنا قبل كده الحمام المرسوم مش شرط يطلع مرسوم، لا يا فندم، ممكن عادي يطلع لك حمام فيه نوم صوبع طبعا هو قدامك، ممكن يطلع لك حمام فيه تلطيشه هنا تلطيشه هنا. المهم ان هي حمامه مرغوب فيها وحمامه مسمسمه كده وحلوه تحب تشوفها قدامك من الاخر يعني. وده كان فيديو النهارده. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. لو انت اول مره بتشوفنا وعجبك محتوى القناه وعجبك الفيديو بالاخص، ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. ودي قناتنا الثانيه يا جماعه، بننزل عليها فيديوهات باستمرار. اتمنى تشترك فيها وتفعل الجرس وعلق بشيء تؤجر عليه، وقول لي نفسك تربي نوع حمام ايه. قول لي في التعليقات نفسك تربي نوع حمام ايه. ولو بتابعنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحه احمد ابو هاجر محب الحمام، اعمل مشاركه للفيديو واعمل تسجيل اعجاب بالصفحه واعمل لها متابعه عشان يظهر لك كل جديد. وتابع القصه عندنا بننزل عليها حمام كتير جدا جدا، لو انت حابب تمتع عينك معانا وتشوف حمام انواع كويسه. شكرا جدا لحسن المتابعه والمشاهده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.